فيديوهات ليك يا دكتور على صفحتك على الانستجرام، بجد يعني في حالات يعني ممكن تكون هي كانت بتعاني من مشكلة نفسية وانت طورتها خالص للشكل الأحسن. ده بيبقى يعني حد طول حياته أو فترة كبيرة من حياته بيعاني من السمنة، وهم عمل عملية عشان يتخلص من السمنة، جات بقى الحتة اللي بتقدره الحتة بتاعت الجلد المترهل دي. أما بتستأصلوا له الجلد ده ويبقى جسمه مشدود، ده لا، بيبقى حياته بقى اتغيرت تماما، وبيقدر يمارس الرياضة ويبتدي يقدر ينحت جسمه، بيبقى شخص تاني تماما ونفسيته بتفرق تماما. ودي بنسميها اكستريم ميك اوفر فعلا تحس بسعادة انت. بتغير الواحد تماما. والناس اللي عملت لها العمليات دي لحد دلوقتي بتواصل معاهم. طب هي وفي مثلا واحد عملت له العملية دي بعدها بسنة ولا سنتين، انا اتجوزت وخلفت وابتديت اجيب قلب الشرطات لا يبقى ما تعملهمش بقى. لا هو كان عازب، ما مش هتجوز على مراته. كان الموضوع ده بيبقى عامل الواحد أزمة ثقة. لكن مجرد ما بيظبط جسمه لا خلاص بقى بينطلق. انا ابتديت اجيب هدوم شورتات وباديهات، ده ولد خلاص يعني بقى عنده ثقة في نقلة. في ناس اصلا بتتكسف تنزل البحر علشان هي عندها ترهل جامد فبتتكسف. في اللي عنده كان عنده ترهل في فخده، ده ما بيلبس غير بنطلونات واسعة، وما بيلبس غير قمصان بنص كم او بكم واسعة، كل هدوم واسعة. مش كمان عشان الشكل يا دكتور، وبيحصل التهابات جامده. يعني اللي عنده ترهلات ده بيحصل له التهابات من الجلد. احدى الحاجات بقى في الناس اللي عندها ترهلات زياده، والستات اللي عندها كبر حجم الثدي، وبتبقى بنات صغيره عندها يعني الهرمونات بتاعتها بتخلي الثدي كبير زياده عن اللازم. الكبر بتاع حجم الثدي ده ممكن يأثر على الفقرات بتاعت الظهر والعنق، ودايما بيبقى عامل التهابات. نفس الموضوع مع الناس اللي عندهم سمنه او ترهلات. فاما انت تعمل لهم شد او تصغر حجم الثدي، انت بتعالج حاجات تانية ده غير علاجي. يعني جزء غير ان هو تجميلي، لا ده بيبقى ليه جزء علاجي، وبيبقى برضه بيغير حياتهم للاحسن.